الفنانة الجميلة القديرة ليلى علوي قدمت العديد من الأدوار الدرامية، منها الدور الذي قدمته في مسلسل فرح ليلى، والذي نال إعجاب الجماهير وتعددت حوله آراء النقاد. الحقيقة مشاهدينا الكرام، أنا هلقي الضوء دلوقتي على مسلسل هو كان بيتعرض في رمضان الماضي، وأنا بعتبره علامة مميزة في الدراما المصرية في هذا العام، مسلسل فرح ليلى. فرح ليلى، ليلى علوي التي تألقت في هذا المسلسل، والحقيقة كان لها بصمة واضحة. بنجد أنها يعني فتاة لم تتزوج، تعدى عمرها 40 عاما، وهي من أسرة متوسطة. ليلى علوي في هذا المسلسل رغم أنها كانت خائفة من مرض سرطان الثدي الذي تعرض له أغلب الفتيات أو أغلب أسرتها الحقيقة، وماتوا بهذا المرض، لكنها كانت متخوفة جدا مما جعلها تكون عازفة عن الزواج، ومما جعلها يعني تركز في تنظيم الأفراح، وبدأت تركز في هذا الموضوع. إلا أن الصدف تأتي بالحب بقى وتقابل أدهم، وأنها تبتدي تقابله من خلال أنه يصور حفلة ليها، المصور بتاعها ما يكونش موجود، وتبدأ العلاقة بينهم. وقد إيه كانت ليلى علوي في هذا المسلسل بتمثل دور الأم والزوجة والأخت لأختها الصغيرة في هذا المسلسل. قد ايه كانت ابدعت في هذا المسلسل، قد ايه من خلال هذا المسلسل ورتنا ان الواحد ما ييأس رغم كل الظروف المحيطه بها، انها تتعامل مع كل الظروف هذه بتحدي، وان الحياه لازم تتعاش، وانها لازم تتحدى كل الصعاب، وهي بالفعل فعلت ذلك. ورغم انها اسعدت ناس كتير خلال المسلسل ما كانتش سعيده بالقدر الكافي، لكنها في الاخر تزوجت، وشفنا الختام كان جميل جدا. وقد ايه انا بعتبر ان ليلى علوي في هذا المسلسل يمثل تحديا كبيرا لها نجحت فيه، واتمنى لها دايما كفنانه مبدعه انها تبدع اكتر في مسلسلات قادمه. هو فاكر ان انا بعتبره مش موجود او بلغي وجوده او بتصرف لوحدي وخلاص، بس انا مش كده. انا كل اللي كنت عايزاه اني احافظ على صحته. انا كنت خايفه عليه، وكنت خايفه على مي من غضبه كمان. كنت عايزه احميهم هما الاثنين، كنت عايزه اصلح اللي باظ، كنت عايزه عيلتي تفضل زي ما هي، كنت فرحانه ان في بيبي جديد جاي.